يا سلام على الجمال والطعامه اللي انا عاملاها. بجد تسلم ايدي. اللي ما بيحبش بقى اللحمه الضاني الفيديو ده علشانك. فخده ضاني حلو حلاوه بتدوب كده دوب. هندلها اخر دلع. هنعمل معاها حبه ورق عنب وكمان حبه خضار مشوي كده تحت الفخده وما اقولكمش اخر طعمه من الاخر. انا هنا معايا فخده الخروف. ممكن تستخدمي فخده او كتف او اي قطعه من الخروف انت عايزاها. اول حاجه انا هشيل الدهون الزايده دي كلها في الفخده. دي برضو بتبقى عامل اساسي ان هي بتكون شايله الريحه بتاعه اللحم الضاني. وطبعا الحته دي برضو بتاعتكم اللي بتحب اللحمه تكون حلوه كده وتقيله. في ناس طبعا مزاج عندها حته اللحمه السمينه دي، سيبوا الدهون زي ما هي. الناس بقى اللي ما بتحبش الدهون وبتحبش ريحه الضاني تخف من الدهون ديت على قد ما تقدر. عملت في اللحمه فتحات كبيره زي ما انتم شايفين كده، بخلي السكينه توصل لغايه العظم. والفتحات الكبيره ديت انا هعملها من ناحيتين، عايزه حته اللحمه تتشرب معانا التتبيله بتاعتها وتكون حته لحمه كده دايبه معانا طول. تمام كده. وندخل على التتبيله. معايا بصلايه كبيره مبشوره، معلقتين صغيرين بابريكا، معلقه ونص ملح، معلقه فلفل اسود، ومعلقه بهارات لحمه. طبعا المعالق دي كلها صغيره، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه توم باودر، ومعلقه كركم. هنقلبهم مع بعض كويس. وهنزل على التتبيله بفنجان زيت نباتي، وكمان هخفهم بحوالي نص فنجان ميه. تمام كده. الخطوات سهله وبسيطه، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. هنقلبهم مع بعض تقليبه كويسه قوي ونبتدي نتبل بيها الفخده. هنزل بالخلطه على اللحمه وهتبلها كويس. بصوا بقى يا جماعه، انا مش عايزه ارغي في الفيديو وخلاص واقول اي كلام عشان اطول الوقت بتاع الفيديو. يعلم الله ان انا ضغطت لكم الفيديو دوت في 8 دقايق. طبعا خد مني مجهود يعني، وانا عارفه ان شاء الله ان انتوا هتقدروا تعبي دوت. فانا عايزه اقول لكم لو حد منكم شاف الفيديو وعجبه ما ينسنيش في اللايك والاشتراك. انا مش عايزه اكتر من كده، ودعوه حلوه طبعا. قلبت الفخده وهعمل نفس الخطوه، هتبلها كويس قوي بالتتبيله اللي احنا عملناها ديت. عايزين حته اللحمه تتشرب كويس قوي من التوابل والبهارات اللي احنا عاملينها. انا دلوقتي بقى اغطيها وهسيبها في التلاجة ليله كامله. مش هسيبها يعني، انا عن نفسي مش هسيبها اقل من ليله. انت ممكن لو انت مستعجله عليها تسيبيها مثلا 3 4 ساعات في التلاجة. انا معايا هنا اللهم صل على النبي بصل قوارمه صغير، وبيبي بتاع البطاطس او البطاطس المدوره الصغنونه دي عارفينها، وكمان جزر. وكنت مخليه معلقتين من التوابل اللي احنا عملنا بيها الفخده. اقلبهم كويس قوي مع بعض. الخضار ده لما يتشوي عايزه اقول لكم انه طعمه في منتهى الجمال. انا هنا بس زودت رشه بسيطه كده من الملح. لو انتوا هتقدموا الفخده ديت مع رز ابيض او مع رز بسمتي ممكن تزودوا كميه الخضار وتحطوا اي نوع خضار انتوا عايزينه. انا هنا عامله حبه صغيرين عشان انا عاملاها مع محشي. ونزلت كمان عليها بقطعه ليا صغيره بتدي طعم حلو قوي للخضار. معايا الصاج هفرشه بورق فويل. هنفرشه بورقه بالطول وورقه بالعرض. وكمان معايا ورقه زبده عشان مش عايزه اللحمه تلامس اللي اسمه الورق الفويل دوت. والفخده بعد ما طلعتها من التلاجة واتشربت التتبيله بتاعتها كويس قوي هنحطها. طبعا انا هنا بقفل بس نسيت احط الخضار، فهرجع افتح تاني ونحط تحتها الخضار اللي احنا عملناه. انا عايزه اقول لكم بقى ان حبه الخضار دول لما بيتشربوا من التتبيله اللي احنا عاملينها واللحمه الضاني بجد بتنقلكم كده في حته تانية. والخضار ده طعمه تحفه. يعني جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم. هحط على وشها قطعه ورق زبده تاني وهقفلها كويس قوي بالورق الفويل. مش عايزين اي بخار يتسرب منها، احنا عايزينها تستوي منها فيها. عاوزه اقول لكم على معلومه مهمه قوي لشوي اللحمه في الفرن. بلاش نحط لها سوائل، يعني بلاش نزود لها ميه. الميه بتخلي اللحمه تاخد وقت اطول في السوى، بتخلي الانسجه بتاعتها بتكون خشنه. انما احنا ما بنقفلها كده كويس ونخليها تتكتم من البخار بتاعها، اللحمه بتطلع معاكم كده دايبه دوب. وكنت مسخنه الفرن كويس قوي، هدخلها لغايه ما نعمل المحشي مع بعض. خلطه المحشي هنا انا هعمله ني في ني. معايا كيلو الا ربع رز، وحوالي ربع كوبايه زيت، وبصلتين مبشورين ناعم، ونص كيلو طماطم، وخضرة المحشي شبت وكزبرة وبقدونس، وملح وفلفل اسود و... وكمون اللهم صل على النبي، وحبة شطة كده صغيرين، وطبعا دي حسب الرغبة، ورشة بسيطة من البهارات. طبعا المعلقة اللي انا بشتغل بيها دي معلقة بتاعت التوابل الصغيرة، وبابريكا.
بس كده، مش هزود حاجه اكتر من كده، وهنقلبهم كويس تقليبا مع بعض. بص بقى يا ست الكل، انا هقول لك بقى على تركايه حلوه قوي في ورق العنب. لو انت بتحبي الليه، هاتي حته كده صغيره وقطعيها زي ما انت شايفه مكعبات صغيره كده، وقلبيها مع الخلطه. بصوا هتودي المحشي الورق عنب ده في حته تانية خالص. وطبعا الحركه دي اختياري، يعني ممكن تستغني عنها خالص. انا هنا بقى هبتدي الف ورق العنب زي ما انتوا عارفين، في ناحيه خشنه وناحيه ناعمه، وكلامي دوت للعرايس الجداد والبنات اللي لسه صغيرين اللي بيبتدوا يشتغلوا في المطبخ. هلفه معاكم بطريقتين، والطريقه اللي تعجبكم اشتغلوا بيها. بوريكم ازاي تشدوا صباع ورق العنب ويطلع معاكم مشدود كده وما يفكش في الحله وهو بيستوي. شايفين طالع مشدود؟ يعني وانت بتلفي كده شدي صوابعك كده عليه، فبيطلع الصباع ناشف كده وماسك نفسه. يعني لو طلع ملخلخ منك هتبصي تلاقي الحله كلها بقت مليانه رز كده، والمحشي شكله مش لطيف. طبعا دي اهم خطوه بعد التتبيله في لف ورق العنب. يعني لو شديت الصباع هيطلع معاكي كويس، مش هتحتاجي تحطي طبق فوق ورق العنب زي ما بشوف بعض الناس بيعملوا. انا هنا الطريقه التانية فردت الورق كله برضه على الناحيه الخشنه وابتدي الف. طبعا الطريقه اللي انت تفضليها اشتغلي بيها، بس انا عن نفسي بحب اشتغل احط ورقه العنب على ايديا، بحس ان انا بكون متمكنه من الورق اكتر. نسيت اقول لكم ان نص كيلو ورق العنب بياخد كيلو الا ربع رز. ولو اتبقى معاكي حبه خلطه من بتوع المحشي اتصرفي وحشي كام فلفلايه كده بيطلعوا حلوين قوي. خلاص كده انا خلصت. جبت حوالي 4-5 فصوص توم قطعتهم شرايح، وهنزل بالشوربه سخنه على المحشي، وهنحرك كده الحله لغايه اما الشوربه يعني تتوزع على المحشي كله. وعايزين الشوربه تكون يا دوبك تحت الصف الاخراني. هحطها على النار لمده ربع ساعه او تلت ساعه لغايه اما الشوربه بتاعتنا تبتدي تشكشك كده وتكون يا دوبك نقصت خالص، هي تكون اقل من ربع. هبتدي اهدي عليها لمده 10 دقايق او ربع ساعه لغايه الورق العنب ما يستوي معانا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الصباع طالع شادد نفسه، ما فيش ولا رزايه طافحه في الحله. زي ما انتوا شايفين كده انا طريقه ناجحه 100% ان شاء الله. انا هنا طلعت الفخده من الفرن بعد 3 ساعات بالظبط، هي خدت مني 3 ساعات. هتشوفوا قد ايه هي مستويه ودايبه. اول لما تلاقوا ان اللحمه فصلت عن العظم كده تعرفوا خلاص ان هو كده تمام، اللحمه بتاعتكم دايبه. هوريكم دلوقتي لون اللحمه من جوه احمر جميل ازاي. عايزه اقول لكم بقى ايه اللي انا قلت لكم عليه، هو ده اللي بيحصل. ان انت اما تزودي سوائل اللحمه مش هتطلع معاكي دايبه كده، ومش هتاخد معاكي اللون الاحمر ده، هتلاقيها لونها بقى بني والانسجه بتاعتها ناشفه. وكمان الخضار المتبل اللي احنا عملناه ده طعمه في منتهى الجمال، هتجربوها هتعجبكم. هنيجي بقى للمرحله اللي هي بتاعه التحمير جوه الفرن. الدهون اللي نازله من الفخده هبتدي ادهنها او هوزعها على الفخده كلها تاني. منها هتدي طراوه للفخده اكتر، ومن الناحيه التانية هنحطها تحت الشوايه وتدينا اللون بتاع الشوي. ولو انت حابه بعد ما تاخد لون الشوي الجميل دوت، لو حابه تديها طعم الدخنه او طعم الشوي، هتجيبي فحمايه وتحطيها على النار، وبعد كده نحطها في وسط الخضار والفخده دوت، ونطشها كده بمعلقه زيت ونغطيها. هتاخد معاكم ريحه الشوي كده بعد ما طلعت من تحت الشوايه وخدت لون الشوي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى تقدميها على رز ابيض او رز اصفر بسمتي او فريك او شعريه، الطريقه اللي تحبي تقدميها بيها يعني. انا هنا هقدمها على محشي. رصيت المحشي بطريقه شيك كده وجميله في صينيه كبيره، وحطيت على وشها الفخده زي ما انتم شايفين شكلها في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.